السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم حلويات مايا. اليوم ان شاء الله نحضر معكم كيكه بالمندرين. كتجي لذيذه بزاف وهشيشه كتذوب في الفم، غتعجبكم بزاف، كتجي اكثر من رائعه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتدعموني بلايكاتكم وتعليقاتكم. ولا كنتو جديد في القناه فمرحبا بكم والف مرحبا. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. ندوزو المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله. اول حاجه غنحتاج 3 حبات من المندرين اللي غنغسلهم مزيان وغنقسمهم وكنخليهم بالقشره ديالهم. انا هنايا المندرين ديالي ما فيش العظم، لكن عندكم المندرين ديالكم فيه العظم ضروري تنقيوه باش ما كتجيكمش المروره في الكيكه ديالكم. كنقسمهم بهذا الشكل هذا وغنضيف عليهم 3 حبات من البيض من الحجم المتوسط. اذا كان عندكم البيض كبير وضعوا فقط بيضتين، ضروري يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. من بعد كنوضع المندرين والبيض في خلاط كهربائي وكنديرهم يطحنوا. كنطحنهم مزيان مزيان حتى يطحنوا ليا وكيندمجوا ليا المكونات ديالي مع بعض، وهذاك المندرين ما كيبقاش ليا باين في الخليط بهذا الشكل هذا. صافي، وغنرجع الخليط ديالي للاناء وغنضيف ليه كاس الا ربع من السكر، اي ما يعادل 150 غرام. ودائما العبار بكاس العنبه، ومن الافضل السكر. حاولوا تغربلوه باش تحيدوا منه هذوك الحبيبات اللي يكونوا كبار. وغنضيف ليه نصف كاس من الزيت ما يعادل 100 مليلتر، وكنبقاو ندمجوا المكونات ديالنا جيدا حتى كيندمجوا ليا مع بعض ويذوب ليا حبيبات السكر في الخليط. من بعد ما ذابوا ليا حبيبات السكر في الخليط ديالي واندمجوا جيدا، دابا غنضيف واحد ياغورت بنكهه الفانيلا ما يعادل 110 غرام وغنستمر في المزج. كنستمر بهذا الشكل هذا حتى يندمجوا ليا المكونات ديالي كامله. ودائما المكونات ديالي يكونوا بدرجه حراره المطبخ. كنمزج جيدا. كما كتلاحظوا معايا الطريقه جد سهله وسريعه، والكيك ديالنا كتجي لذيذه لذيذه بزاف. من بعد في هذه المرحله غنبدا نضيف في الدقيق، ودائما باش كيجيكم الكيك ديالكم مهوي من الداخل وخفيف فضروري كنغربلوه. كنغربلو الدقيق مع 2 أكياس من خميره الحلويات ما يعادل 16 غرام. كنغربلوهم جيدا بهذا الشكل هذا. من بعد كنبدا نمزج في الخليط ديالي. كنبدا نمزج من الوسط وحنا غادي للجوانب باش ما يتكتلش لينا الدقيق. بالنسبه للدقيق فانا الكميه اللي كفاتني هي 2 كؤوس وربع من الدقيق، ولكن الكميه ديال الدقيق كتختلف على حسب النوع ديال الدقيق اللي خدمتو به وايضا حجم البيض. يعني كتبقاو تضيفوا الدقيق ديالكم تدريجيا حتى كتحصلوا على خليط ديال الكيك اللي كيهبط كخط متصل ما كيتقطعش. هنايا ضفت الربع كاس ديال الدقيق وغنستمر في المزج كما قلت لكم حتى كنحصلوا على خليط ديال الكيك اللي يهبط كخط متصل وما كيتقطعش. بالنسبه للخليط ديالنا كيكون غادي للثقاله، ما كيكونش خفيف، كيكون بهذا القوام هذا. كما لاحظتوا معايا نصف كاس بقى منه ربع، يعني 2 كؤوس وربع من الدقيق اللي استعملت في هذا الكيك. دابا غناخد قالب او ليمون اللي دهنتوه بالزبده، تقدروا تدهنوه بالزيت وترشوه بالدقيق، وكنبدا نفرغ فيه الخليط ديالي بهذا الشكل هذا. من بعد غندخلو الفرن اللي مسخن من قبل على درجه حراره 180 درجه. وبالنسبه للفرن ديال الغاز فكنشعلو عليه من التحت حتى كدوز هذيك 20 دقيقه
عاده كنشعلو عليه من الفوق وكنخليوه حتى كيطيب لينا جيدا ويتحمر. صافي دابا ندخلوه الفرن بهذا الشكل هذا. من بعد ما طابت لينا الكيكه ديالنا كما كتلاحظوا معايا كتكون بهذا الشكل هذا، كتكون خفيفه بزاف. دابا غنخليوها تبرد لينا جيدا ونمروا باش نزينوها. من بعد ما بردات ليا الكيك ديالي غنمر باش نزينها. بالنسبه ليا غنزينها تزيين اللي بسيط بزاف، غندهنها بالعسل بهذا الشكل هذا. تقدروا تزينوها باي حاجه متوفره عندكم. بالنسبه ليا غندهنها بالعسل، من بعد نرش عليها الكوك او جوز الهند. كنحاولوا ندهنوها جيدا بهذا الشكل هذا. دابا نرش عليها جوز الهند. كما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزينوا باي حاجه متوفره عندكم. كما ممكن تخليوها غير هكاك فراه كتجي لذيذه بزاف، كتجي راقيه في المنظر ديالها وكتجي رائعه. دابا غنقسمها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كيجي. فراه كتجي رائعه، كتجي خفيفه بزاف، كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. كما لاحظتوا معايا طريقه التحضير ديالها جد سريعه وسهله. المكونات ديالها متوفره في كل بيت وكتجي لذيذه بزاف. كما كتلاحظوا معايا كتجي بحجم عائلي. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتدعموني بلايكاتكم وتعليقاتكم وايضا اقتراحاتكم الوصفات اللي بغيتونا نحضر معكم. ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي فمرحبا بكم والف مرحبا. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا جديد الوصفات. كما لاحظتوا معايا كتجي رائعه جدا، كتجي لذيذه وراقيه، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى فعلا انكم تجربوا هذه الوصفه وانا اكيده ان شاء الله لا جربتوا هذه الوصفه غتنال الاعجاب ديالكم. واخا وضعنا المنظرين ديالنا بقشورو فما كتجيش كاع في الكيك ديالنا بنه ديال المروره. فبسلامه عليكم الى الوصفه القادمه ان شاء الله.